أي إنسان بيبقى عنده مشكلة في حياته بيشيل الهم وبيطلعه على اللي حواليه، ويبقى ماشي مخنوق ومش طايق نفسه ومش طايق يتكلم مع حد. كل ما يشوف حد يقول له بقول لك ايه، انا فيا اللي مكفيني وانت مش عارف انا فيا ايه، وربنا وحده هو اللي عالم، وسيبني بقى عشان انا يعني مش طايق نفسي النهارده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هموم واحزان ومشاكل في حياته لا تقدر. ولد يتيما، ولما اتولد امه ماتت، وبعدين جده مات، وبعدين عمه مات، وبعدين زوجته حبيبته ماتت، ولما جات له الدعوه والرساله اهله عادوه وطردوه بره بلده، وابنه ابراهيم مات، وكان في حروب كتيره وعداوات كتيره بينه وبين ناس كتير حواليه صلى الله عليه وسلم. فضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى من ربه من اول ما اتولد لحد ما لقي ربه سبحانه وتعالى. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع ابتلاءه وهمه ده على حد ابدا، عمره ما طلع حزنه اللي جواه على اي حد، بل بالعكس كان دائما مبتسم في وجه الناس، وكان دائما بيحتوي كل الناس. تدخل عليه البشر مهمومه وتعبانه ومكروبه، تخرج من عنده وكأن شيئا لم يكن. يدخل عليه الناس كلهم ذنوب وعندهم مشاكل وعندهم اعمال مش عارفين يعملوا فيها ايه، ويخرجوا من عنده وكأن ما عندهمش اي حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بلسم للقلوب، رحمة للعالمين. الصبر في حياته كان علامة، وشعاره اصبر صبرا جميلا، وكان دايما بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل.